قررت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الجزائر التي لا طالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي تفادت منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021 المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص. وأضاف البيان أن النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين انخرط وللأسف الشديد في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم وعلى نطاق واسع شبكات متعددة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات